سارة راجيل بتتكلم عن تفاصيل طلاقها وليه خبت خبر طلاقها، الفرحة والسعادة اللي هي فيها بعد الطلاق. كمان في رسالة منها لجمهورها، والحقيقة كاملة هتشوفوها وهتسمعوها دلوقتي. بس في الأول كده هنصلي على رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام. وكمان ما تنسوش لايك على الفيديو، اشتركوا فعلوا الجرس من كلمة الكل عشان خاطر يوصل لكم الجديد والترند. سارة راجيل كانت ترند الساعات اللي فاتت. الكل بيسأل هل فعلا سارة راجيل اتطلقت، وايه الرسائل الغامضة اللي هي وجهتها لطليقها واللي ظهرت فيها وهي بتبكي وكانت منهارة جدا جدا جدا. طبعا يا جماعة هي طلعت في لايف بعد ما الناس قعدت تسأل كتير جدا جدا وعن الحالة النفسية الصعبة اللي هي فيها. بس طبعًا أنا هاقول لكم في الآخر دي دموعها إيه. كان في منها فيديوهات غامضة بدأت تظهر على حسابات سارة راجيل، والجمهور بذكائه لاحظ إن في حاجة متغيّرة في سارة، اللي دايمًا كانت بتشارك مع جمهورها الطاقة الإيجابية والكلام الجميل اللي بيدّيهم الطاقة ليومهم، واللي بجد بيخلّيهم إن هم يبدأوا يومهم بطلّتها وجمالها و وكلامها الجميل. طبعًا هي ظهرت مؤخرًا في حالة من الشَجَن، والكل بدأ يربط بين كلامها وبين حياتها الشخصية. طبعًا هي قالت إن هي بتحتفظ بأي حاجة حصلت في حياتها، بتحتفظ بيها لنفسها احترامًا ليها، واحترامًا لكرامتها، واحترامًا لذاتها. وقالت إن في فيديوهات انتشرت بسرعة كبيرة جدًا، جدًا عنها، والفيديوهات دي مش حقيقية. وقالت إن هي حاسة إن هي اتولدت من جديد، وقعدت تتكلم إن هي اتولدت من جديد، وطبعًا ودموعها نزلت غصب عنها. بس طبعًا في سؤال محيّر ناس كتير جدًا، جدًا، هي ليه ما صرّحتش بطلاقها بشكل رسمي ومباشر من الأول؟ طبعًا يا جماعة هي قالت إن حياتي الشخصية مش لازم تبقى على السوشيال ميديا. أنا دلوقتي في حالة بناء نفسي من أول وجديد، بارمّم نفسي من أول وجديد. طبعًا هي بقى لها فترة كبيرة جدًا، والكلام ده مش سهل على أي حد. مش سهل على الإنسان الأصيل، الإنسان اللي معدنه كويس، إن هو مش من السهل إن هو واقف على رجليه من تاني يعني. طبعًا هي قالت إن هي كانت بتعمل زي كده refresh لنفسها، أو بتعمل ترميم كده لنفسها عشان تُقف على رجليها من أول وجديد، وإن هي تقدر تواجه الكاميرا والناس. طبعًا بتحبها جدًا، جدًا، على قد ما هي الناس بتحبها عشان هي صريحة. طبعًا هي قالت إن هي آآ مبسوطة جدًا، جدًا، لإن ده اختيار ربنا، وإن ربنا شايف لها الصح، وده أكيد الصح. طبعًا هي قالت أي حد بيمُر بالظروف اللي أنا فيها يحاول إن هو يهدى، يستريّح، يعمل كده ترميم من جوّاه، ويحاول إن هو يهدى شوية عشان خاطر يعرف يواجه الدنيا، ويعرف يواجه الناس، ويعرف يواجه الانتقادات والسلبيات. طبعًا هي خدت لها فترة كبيرة جدًا، وقالت إن حوار الطلاق دي حاجة تخصها هي طبعًا، مش لازم إن هي تطلع وتتكلم على السوشيال ميديا. بس طبعًا هي قالت من حقكم عليَّ إن أنتم تعرفوا إن أنا أنتم عرفتوا أنتم عرفتوا إن أنا اتطلقت، ده أكيد. بس مش لازم إن أنا أطلع وأتكلم عن تفاصيل الطلاق واللي حصل، و التفاصيل بالضبط دي حاجة تخصها هي. طبعًا يا جماعة إحنا بنتمنى لها كل التوفيق، ربنا يا رب يوفقها في حياتها، اللهم آمين يا رب، ويكتب لها الخير، لإن هي بجد إنسانة جميلة وقمر، وبجد مبهجة جدًا، 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 وربنا يا رب يحميها ويرزقها بالأحسن، اللهم آمين. انتهى الفيديو مع حضراتكم، ومع السلامة.